بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايبي، الذكر بتاعنا في الفيديو ده هيبقى إن شاء الله سبحان الله وبحمده. يبقى الذكر بتاعنا سبحان الله وبحمده. عايزين نذكر الله كثيرا، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اللهم آمين. حبايبي، زي ما احنا شايفين مع بعض كده، انا النهاردة هعمل معاكم صينية السردين الجميلة ديت. عملناها بمقادير بسيطة جدا وطعم مميز. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. ما ننساش الأول الذكر بتاعنا سبحان الله وبحمده. نبدأ على بركة الله. زي ما احنا شايفين معانا، أنا معايا السردين النيلي الجميل ده. شايفين المنظر؟ ما شاء الله، منظر السردين جميل جدا. السردين لازم بمسكه أغسله كويس. بمسك السردينة كده واحدة واحدة بضفري كده، لو فيها أي قشرة ولا أي حاجة بخرجها. بس الحمد لله السردين بتاعنا دوت ما كانش فيه قشر نهائي، كان ناعم كده زي ما احنا شايفين. بس أنا همسكه برضو واحدة واحدة، أعملها لأحسن يكون فيها قشرة ولا حاجة. وهغسله كويس جدا زي ما احنا شايفين كده، بمسكه واحدة واحدة وبنضفها كويس وهغسله كويس جدا عشان ما يبقاش فيه زفارة ولا اي حاجة، ويبقى السردين بتاعنا طعمه جميل. ما ننساش الذكر بتاعنا سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. وبعد ما نضفت السردين كويس من اي قشرة موجودة فيه ولا اي حاجة، بمسك السردين بتاعي تحت المية كده وبغسله كويس جدا علشان ما يبقاش فيه اي مية مش نضيفة ولا اي دم ولا اي حاجة. فبغسله كويس جدا كده زي ما احنا شايفين مع بعض. اهم حاجة مرحلة الغسيل دي علشان السردين بتاعنا يبقى طعمه جميل. يبقى انضفه كويس. شايفين المنظر بتاع السردين؟ ما شاء الله يتاكل ني. ما ننساش الذكر بتاعنا سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. علشان نعمل السردين بتاعنا بقى، محتاجة دلوقتي معاكم محتاجة طماطم، ومعايا فلفل رومي اخضر واحمر. ما كانش عندي فلفل اصفر، بحب الفلفل الالوان. فمعايا فلفل احمر وفلفل اخضر، ومعايا طماطم، ومعايا ليمون، ومعايا هنا فلفل حار علشان الحشوة بتاعتنا بحبها تبقى حارة شوية عشان تبقى طعمها حلو. ومعايا التوم. ههرس بقى الفلفل والثوم في الكبة، وهخرط الطماطم والفلفل الرومي بتاعنا، وهرجع نشوف مع بعض. ما ننساش الذكر بتاعنا سبحان الله وبحمده. كده بعد ما فرمت الفلفل مع الثوم وقطعت الخضار بتاعنا الطماطم والفلفل الرومي، معايا التوابل بتاعتنا ملح وكمون وشطة. مش بحب اضيف للسمك اكتر من كده، الملح والكمون والشطة. وهقلب بقى على الخلطة بتاعتنا كويس علشان تبقى طعمها حلو. ما ننساش الذكر بتاعنا سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. هجيب بقى على الخضار بتاعنا شوية من الخلطة بتاعتنا ديت، وهقلب كويس عشان الخضار ياخد طعم الثوم والشطة والملح، عشان يبقى طعمه حلو لما اضيفه على وش السردين. وهقلب كويس جدا كده الخضار الطماطم والفلفل. مش بحب احط للسردين بصل، بكتفي بس بالطماطم والفلفل، والتتبيلة ديت بتبقى طعمها جميلة جدا مع السردين. ما ننساش الذكر بتاعنا سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده.
هجيب بقى الصينية بتاعتنا اللي هنعمل فيها. انا مش بحب احط السردين فوق بعضه، فانا هعمله في صينيتين. هعمل معاكم صينية وهعمل صينية تانية. هنشوف مع بعض كده. هاخد السردين، هاخد منه حبة كده على قد الصينية بتاعتنا دي بالتقريب كده يعني، وهنزل بشوية من الخلطة بتاعتنا، الثوم والفلفل الحار، وهقلب السردين كويس كده علشان ياخد من التتبيلة الحلوة بتاعتنا ديت ويتحدق ويبقى طعمه حلو. ما ننساش الذكر بتاعنا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. هبدأ بقى أرص السردين بتاعنا. متعلمة الخطوة دي من والدتي، الله يرحمها ويسامحها. بحب أرص السردين كده. نجدد النية مع بعض. اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعله إطعام طعام، صلة أرحام، وتعاون على البر والتقوى، إدخال الفرحة والسرور على قلب الأسرة والأولاد. اللهم آمين يا رب العالمين. شايفين كده السردين بتاعنا بعد ما رصيته. هعمل بقى باقي الكمية في صينية تانية عشان الصينية دي مش هتاخد، مش بحب احطه فوق بعضه. هجيب بقى الطماطم بتاعتنا والفلفل اللي انا مقطعاهم وهنزل بيهم على وش السردين. وبتدخل الصينية بتاعتنا الفرن، الطماطم دي بتتحمر وبيبقى طعمها جميل جدا. الولاد بتتهاتف على الحشوة بتاعت السردين اكتر من السردين نفسه. جربوا الطريقة هتعجبكم جدا ان شاء الله. وبكده الصينية بتاعتنا بقت جاهزة. هنزل بقى على وشها بعصير ليمون، بيطعم لنا السردين جدا. اهم حاجة للسردين عصير الليمون. معايا عصير ليمونتين كبار كده، هنزل بيهم على وش الصينية بتاعتنا. ومعايا كمان قشر الليمون مقطعه قطع صغيرة كده، وهنزل برضو بيه على الوش. لما بيتحمر مع السردين كده بيبقى طعمه جميل جدا. وكده بقى ناقص الزيت. هنزل بقى بشوية زيت حلوين كده على الصينية بتاعتنا. وكده الصينية بتاعتنا بقت جاهزة. هدخلها بقى الفرن، ولما تخرج نشوفها مع بعض. ما ننساش الذكر بتاعنا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. شايفين بسم الله ما شاء الله الصينية بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. شكلها في منتهى الجمال وطعمها أجمل. جربوها تعجبكم. عملت السردين مع الرز الأبيض، وعملت جنبه سلطة وفلفل بصلصة، وكانت الوجبة كاملة متكاملة. كانت خطيرة جدا. جربوا من الطريقة هتعجبكم بإذن الله. شايفين منظر الصينية روعة ما شاء الله. حبايبي اللي يعجبوا الفيديو ما ينسانيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بكم ومعاكم. واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك معنا في القناة ويضغط الجرس ويختار الكل علشان يوصلوا إشعار بكل جديد أنزله بإذن الله. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.